عمرك شفت حد بيتكلم مع حد مش موجود أو بيضحك فجأة من غير سبب؟ طب ايه رأيك لو أقولك إن العقل ساعات بيقسم الإنسان نصين، نص بيعيش هنا والنص التاني بيعيش في عالم تاني خالص. النهاردة أحكي لك قصة حقيقية من جوه العباسية، قصة ست بيت ومريضة بانفصام الشخصية. هالة كانت دايما بتتكلم مع بنتها الصغيرة قدام الجيران، لكن لما دخلوا البيت ما كانش فيه أي بنت. الجيران قالوا إنها بقت غريبة، جوزها سابها وأهلها بقوا خايفين منها. كل ده حصل قبل ما تتشخص بانفصام الشخصية. هالة كانت بتحكي إنها دايما هادية وشاطرة، بتضحك وبتحب الحياة، لحد ما في يوم بدأت تسمع صوت راجل بيكلمها وهي لوحدها في الأوضة. في الأول افتكرت إنها تعبانة، قالت يمكن ضغط، يمكن توتر، لكن الصوت فضل يكبر ويقول لها جوزك بيخونك، ولادك مش ولادك، اقتلي نفسك وارتاحي. انفصام الشخصية هو اضطراب نفسي شديد بيأثر على طريقة تفكير الشخص، إحساسه، تصرفاته. المريض مش بيعرف يفرق بين الواقع والخيال، وده بيخليه يسمع أصوات ويشوف حاجات مش موجودة ويصدق أفكار غريبة جدا. الأعراض بتبقى عبارة عن هلاوس سمعية، زي مثلا هالة كانت دايما تسمع صوت بيقول لها انتي وحشة، لازم تموتي. تلاقي أوهام، مقتنعة ان جارتها ساحرة وبتحاول تسرق منها عقلها. تشوش في الكلام والتفكير، كلام ساعات ملخبط، تحس الجمل ملهاش علاقة ببعض. تغيرات كبيرة في المشاعر، ساعات تعيط قوي وساعات تضحك من غير سبب. عزلة تامة، قعدت شهور رافضة تتكلم مع أي حد حتى ولادها. كانت بتشوف حاجات مش موجودة، بتسمع أصوات، تصدق أفكار غريبة جدا. ممكن تبقى فاكرة إن الناس بتراقبها أو إن أهلها بيأذوها. تعزل نفسها، تبطل تهتم بنفسها، تفضل ساكتة بالساعات. كل ده مش بإيدها. المرض ده ملوش سبب واحد، لكن في عوامل كتير بتتجمع زي البازل. منها عوامل وراثية لو في حد من العيلة عنده المرض، اضطراب في كيمياء المخ، ضغط نفسي شديد زي ان حد غالي عليها توفى وما قدرش تتعامل صح مع الصدمة، عنف أسري، صدمة كبيرة قوي أثرت عليها، وأوقات تعاطي المخدرات عند ناس عندهم استعداد جيني. طب بيتعالج ازاي؟ العلاج بيتقسم ل4 مراحل، كل واحدة مهمة جدا. الأدوية، العلاج النفسي، جلسات فردية وجماعية تساعد المريض انه يتعامل صح مع أفكاره ومشاعره. الدعم الأسري، العيلة لازم تتعلم ازاي تتعامل معاها بدون خوف. والتأهيل الاجتماعي، يرجع يتعلم، يشتغل، يتفاعل، يبني علاقات تاني. بعد 6 شهور علاج، هالة بقت أهدى. قالت في آخر جلسة أنا عرفت دلوقتي إن حسن مش حقيقي، بس إحساسي بوجوده كان حقيقي جدا. هالة رجعت تضحك وتتكلم وتطلب تشوف ولادها. وقتها بدأت أسأل نفسي، هي فعلا هالة استقرت؟ هل فعلا ينفع تبدأ تخرج تدريجي من المستشفى؟ لكن أهلها استعجلوا القرار، كانوا شايفين إنها بقت كويسة خلاص، وإن وجودها في المستشفى وجع نفسي ليهم وليها. قالوا لي بالحرف عايزين نرجعها بيتها، نراعاها احنا، بلاش جو المستشفيات ده. حاولت أوضح إن مرض الفصام مش بيروح في شهوره، وإن التحسن مش معناه الشفاء التام، وده اللي بنسميه أحيانا التحسن المخادع. شكليا المريض كويس، لكن من جواه لسه ما خفش. خرجت هالة وبعدها بشهرين بس بدأت التغييرات تظهر. في الأول كانت بتسكت كتير، بتهرب من الناس، تبص حواليها بخوف. بعدين بدأت تتكلم مع الكاميرات اللي في الحيطان وتقول إن في ناس بتسجل كل حركة ليها. وبعدها رفضت تاكل، بدأت تشك في جوزها وولادها. وفي يوم قالت لجوزها أنا معرفكش، أنت مش جوزي. ساعتها أهلها اتصلوا بيا وقالوا لي الحقيقة رجعت أسوأ من الأول. هالة دخلت تاني بس مش بنفس القوة، كانت مكسورة وشايفة نفسها فاشلة. قالت لي يعني أنا عمري ما هخف؟ وده كان الوقت اللي وضحت فيه ليه ولأهلها إن مرض الفصام زيه زي الضغط والسكر، مش شرط نخف لكن نعيش باستقرار. رجعنا الخطة العلاجية، عدنا الأدوية، بدأنا جلسات تأهيل، بس الأهم دربنا الأهل إزاي يحتووها بدل ما يخافوا منها.